بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم قناة مطبخ لولي للأكلات البسيطة على قد ايدينا. هنعمل لكم النهارده الكبد والقوانص بتاعة الفراخ بطريقة جديدة خالص، تركية محدش قالك عليها قبل كده. وهتنسي بقى الزفارة واي ريحة بقى في الكبد والقوانص، بس خليكي اسمعي بقى الفيديو للآخر. معانا حلة حطيناها على النار وحطينا فيها شوية مية لحد ما غلي، وهننزل بنص ليمونة نعصرها فيها، وبعدين هننزل بالكبد والقوانص. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله عليه افضل الصلاه والسلام. هننزل الكبد والقوانص في الماء المغليه تاخد غلوه واحده. ودي شكل الكبد والقوانص بعد ما غليت على النار لمده 5 دقايق. ودلوقتي هننزلها في مصفى تحت الحنفيه ونغسلها كويس. يا كده طلعت اي ريحه زفره فيها. وهنغسلها تحت الحنفيه كويس قوي زي ما انتم شايفين لونها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ما شاء الله لونها جميل. طاسه حطيناها على النار وحطينا فيها ربع كوبايه زيت لحد ما سخن. ودلوقتي هننزل بالبصل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله عليه افضل الصلاه والسلام. هتشوفوا النهارده بقى الكبده بطريقه جديده خالص وهتعجبكم، جميله ولا فيها ريحه زفاره ولا ريحه اي حاجه، وريحتها بقى جميله. والبصل هنقلب البصل كده لحد ما يصفر ويبقى لونه ذهبي، مش عايزينه يحمر، يبقى لونه ذهبي كده. البصل بعد ما حمرناه بقى لونه ذهبي. دلوقتي هننزل بالقوانص ونقلبها معاه تقلبتين كده تشوح مع البصل زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله عليه الصلاه والسلام. نفضل نقلب القوانص مع البصل. بعد ما قلبنا القوانص مع البصل وقلبناهم كويس قوي مع بعض، هننزل دلوقتي بالكبده. ولازم تكون النار عاليه، عين البوتاجاز تكون على اعلى درجه حراره عشان الكبده والقوانص ما تنزلش ميه وانت بتسويها. انتوا عارفين ان القوانص بتاخد سوا عن الكبده، عشان كده نزلنا بيها في الاول. ودلوقتي هنقلب الكبده والقوانص مع البصل تقلبتين كده. ودلوقتي بقى هننزل بالثوم. معانا معلقه ثوم. هنعمل الصينيه كده في النص، وهننزل بالثوم نحطه كده في النص نشوحه الاول. دلوقتي هننزل بمعلقه كزبره على الثوم، نص معلقه كزبره. نص معلقه الكزبره دي مع الكبده والقوانص هتخلي بقى الكبده والقوانص في حته تانية خالص. الله على الروائح الجميله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله عليه افضل الصلاه والسلام. دلوقتي هننزل بنص معلقه كاري ومعلقه فلفل اسمر ومعلقه ملح. اظبطي بقى الملح بتاع الكبده زي ما انت عايز. ونقلب بالكبده بقى مع بعضها كويس قوي زي ما انتم شايفين كده. لونها جميل وريحتها اجمل. ونهدي بقى على الكبده شويه، ونهدي النار بقى عليها شويه. ودي حبيت فلفل اخضر هننزل بقى على الكبده. عايزه بقى تحطي فلفل احمر، فلفل الوان المتوفر عندي. وهنقلب الكبده كويس قوي وهنسيبها بقى على نار هاديه لحد ما تستوي. احنا كده ظبطنا الملح والتوابل بتاعتها. 5 دقايق هتلاقي الكبده استوت.
ودي شكل الكبدة. خلاص هي دخلت في السوا اهو. هننزل عليها دلوقتي بمعلقة كاتشب. ومعلقة مسترد. ونقلبها كويس قوي. التركايه دي بقى هتخلي الكبدة حاجة تانية خالص، وجربها كده مش هتبطلي تعملها بالطريقة دي. جميلة، ريحتها روعة، طعمها فظيع. وكده تبقى خلاص الكبدة خلصت. ده شكل الكبدة زي ما انتم شايفينها قدامكم كده، ما شاء الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله. جميلة، هتعجبكم، روعة، ريحتها جميلة اصلا تجوع. ما تنسوش بقى اشتراككم في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك وشير، وتدعموا القناة عشان يوصلكم كل جديد.